فتوت وجبنة وبطيخ وخيار أو فتوت وبيض. أكلة تراثية نابلسية اسمها فتوت وعيدي. كانوا زمان ياخدوها معهم على الرحلات وعلى الشطحات لأنه ما كان يعفن في الصيف وما كان ينشف خلال السفر في الشتاء، لأنه مصنوع من السمنة. كانوا يصنعوه طحين ويخلطوه مرات سميد ويعملوه فقط بالسمنة. زمان صورت فيديو واليوم حابة أعيد هذا الفيديو بعيار أقل من الزيوت. كان الفيديو شوي مش واضح، فاليوم بدنا نعمل فتوت وعيدي. طبعا ممكن مالح، ممكن يكون حلو. العيار كيلو طحين أو 7 كاسات من الطحين. هو باعتبار خبز، فعلشان هيك احنا لما نحشي غلط ممكن إلها الجبنة تخرب. هو ما بيخرب. ضفت 2 ملعقة كبيرة من اليانسون، وممكن ملعقة حب يانسون، و3 ملاعق كبيرة من دقة الفتوت. والوصفة الفتوت الدقة موجودة في آخر الفيديو. بدي أستخدم كأس سمنة ونصف كأس زيت زيتون. حطينا زيت الزيتون وسيحت السمنة، وهلأ بدي أتركها شوي تبرد. الفيديو الأول كنت عاملة العيار 2 كأس من الدهون، كأس سمنة وكأس مخلوط زيت زيتون مع زيت نباتي. إذا بتحبوا هالمرة يعني تبدلوا كأس السمنة بنصف سمنة ونصف زيت نباتي، والنصف الثالث زيت زيتون برضو رح ينفع معكم. حاولت هالمرة أخفف الزيوت وطلعت معي كتير ناجحة. هلا بدي اجهز الخميره. كأس ماء دافئ، ما بدي اعمل لي كتير لانه رح يرتفع معنا الخميره. ملعقه صغيره خميره وملعقه كبيره سكر. بحركها خفيف حتى ما يروح مفعول الخميره. بغطيها 10 دقائق. بهذا الوقت بدي احط على طرف العجينه ملح، والملح بدوبه بشويه مي حتى ما يأثر على الخميره لما احطها. خمرت الكاسه وحطينا الماء اللي فيه الخميره فوق العجين، وبوزعها بكل المناطق. وببدأ هلأ أحط الماء بالتدريج حتى ما تطلع معانا كتير طرية، وبنفس الوقت ما تكون ناشفة. بس مهم تكون مائلة إلى الطراوة حتى ما تطلع معنا ناشفة بعد الخبز. بتكون هيك طرية. يمكن نحتاج غير كأس الماء مع الخميرة، ممكن بدنا كمان كوب من الماء الدافئ. بنضيفه بالتدريج حتى تصير عجينة طرية. بغطيها نصف ساعة. في صحن حطيت حبة البركة أو القزحة وسمسم، خلطهم مع بعض لوجه الفتوت. بعطيه قيمة غذائية أكتر. خمرت العجينة، وهلأ بدنا نعملها أقراص. الكيلو عمل معي 10 أقراص من الحجم الوسط حسب القالب الفتوت الموجود عندكم. هلأ كل قرص بغطسه في الصحن حتى يلتصق عليه القزحة والسمسم. حسب حجم القالب بدكم تتحكموا بعدد الأقراص. في بالسوق قوالب صغيرة، في القوالب ممكن أكبر شوي. بدكم تنتبهوا إنها ما تكون رقيقة. هلأ بنشوف 3 أنواع من القوالب المتوفرة عندي. حاليا موجود عندي القالب هذا البلاستيك الحديث، هذا الحجم الوسط. الكيلو عمل 10 أقراص. انتبهوا ما تكون رقيقة لأنه رح تطلع بسكوت إذا كانت رقيقة. الفتوت هذا القالب البني الأصلي محفور يدويا وحجم كبير. الكيلو بيعمل 6 من هذا البني اللي على يمين الصورة، لأنه هذا حجم كتير كبير ممكن يكفي ل4 أشخاص. وهذا الحجم الوسط بهاي النقشة. نضغط عليه وراح تلاحظوا انه ما بيلتصق لانه في سمنة. سهل جدا انه نشيل الرغيف عن القالب واخد الشكل. غطيتهم بنايلون لانه القماش ممكن يمتص السمنة، افضل بنايلون.
حتى يخمر. وانتبهوا كيف انه ارتفعت شوي وصارت خمرانة حوالي نص سنتي. هذا فيديو قديم. يومها انا عملت الاقراص، حطيت عليهم السمسم والازحة وعلى طول على قالب الفتوت. هذا القالب قديم وحجم كبير كمان. هذا نقش يدوي. طبعا للناس اللي بتحب الفتوت القديم ممكن بس ذرة ملح تحطوا، مش ملعقة ملح، وبتضيفوا كأس سكر حتى يصير فتوته عيدي، لأنه الفتوت عيدي هو أصله حلو، بس الناس صارت بتحب المالح وصارت تخاف من السكر، فصاروا يعملوه مالح بياكلوا مع جبنة وبطيخ. أما هو الأصل كان الفتوت حلو بإضافة كأس سكر. هلأ هذا بدي أغطيه بنايلون. بحمر بالأول الوجه حتى يحافظ على النقش، بعدين بنقله، بتكون النار من تحت حوالي ربع ساعة مال الانتباه. لما يحمر من حمره من الوجه، وهذا الوقت بكون أنا قليت جبنة وسلقت بيض وقشرت الخيار وشقحت البطيخ وعملنا الشاي. وطبعا لما يحمر هيك أنا هلأ بدي أحمر الوجه وصار جاهز. صحتين وعافية. وبالنسبة للناس اللي ما عندهم دقة الفتوت، هاي الطريقة. أول شي بدنا نجيب الطاحونة تاعت المولينكس أو البراون المتوفرة عندكم حتى نطحن المكونات. نص معلقة محلب، ولا تكتروا محلب لأنه المحلب بيعطي طعم مر إذا كان كتير. ربع معلقة مستكة أو نص معلقة أو أكتر من هيك برضو بعطي مر للنكهة، فالأفضل إنه يكون قليل. ملعقة كبيرة كركم. الكركم كتير مفيد ولونه كتير حلو في دقة الفتوت أو خلطة الفتوت. بدنا 2 معلقة كبيرة شومر. الشومر أهم شي في دقة الفتوت، وجود الشومر، بلا شومر مش حيزبط معانا. واليانسون 4 معالق كبيرة يانسون، مهم جدا. أهم عنصرين هما اليانسون والشومر. في ناس بتحط هال، أنا يعني ما بنصح أبدا، لأنه الهال كتير بيعطي طعم بيخبي كل الأطعمة التانيين. بنحطهم على الخلاط. لحد ما يصير ناعم كتير، وراح أورجيكم اللون. هذا هو لون الدقة، والريحة كتير كتير طيبة. أهم شي الشومر واليانسون. هلأ بنجهزهم حتى نحطهم في عجنتنا للفتوت اليوم. هدول بيطلعوا حوالي 4 معالق دقة. ولمتابعة المزيد من الأكلات التراثية، اشتراك، سبسكرايب، وتفعيل الجرس. يعطيكم العافية وصحة وهنا.